أهلا بيكم. يا ترى السمنة بتيجي من إيه؟ جينات ولا طريقة حياة؟ نزلنا الشارع وسألنا الناس، وناس قالت لأ دي جينات، والحقيقة اللي بيتولد من عيلة عندها مرض السمنة هيفضل يعاني من مرض السمنة، وناس تانية قالت لأ كل إنسان مسؤول عن طريقة حياته. النهاردة إحنا بنستضيف أستاذ الدكتور هبة عمر، أستاذ التخدير والرعاية في طب القاهرة واستشاري التغذية الإكلينيكية، علشان تجاوبنا على السؤال ده. السمنة جينات ولا طريقة حياة يا دكتورة هبة؟ اهلا يا دكتوره دعاء. أهلا بحضرتك. هي السمنه الحقيقه الاثنين مع بعض، ما نقدرش نقول ان في حاجه لوحدها هي السبب الرئيسي، بس برضو ما اقدرش اهمل موضوع الجينات. لقوا في الدراسات ان الجينات مسؤوله عن 40 to 70% من السمنه، سواء جينات مونوجينيك او بوليجينيك او يعني جين واحد المسؤول او جينات متعدده. بس هل انا اقول انا جيناتي هي السبب واركن على كده وخلاص؟ لا، الصراحه علم الابيجينيتك او تاثير البيئه على الجينات لقوا ان الموضوع يقدر يتعدل، وانا اقدر اعدل في طريقه حياتي واللايف ستايل بتاعي بحيث اتغلب على الجينات واقعدش اعيط بقى جنب جينات واقول انا جيناتي كده. فالموضوع يحتمل الاثنين. اصل هي حكايه الجينات دي بتيأس، اصل انا خلاص وارث الجين، فخربانه وبايظه ودي حياتي وهكمل بقيه حياتي كده. ده حقيقي، في فاميليز بتورث جين تورث الجين بتاع السمنه ده، بس انت تقدر تتغلب على هذا الجين، يعني علم الابيجينيتكس او تسيطر عليه، يعني تحطه تحت السيطره، تموديفاي، تعدله. اللايف ستايل بتاعك هيقدر يعدل طريقه الاكسبريشن او تعبير الجين ده عن نفسه. فالموضوع مش مستاهل انك تقعد تعيط جنب الحيط. هتبذل ايفورت شويه زياده عن الناس التانية، بس في الاخر هتلاقي نتيجه. هو كفاح اكتر شويه من كلمه هو هتكافح ضد جيناتك، لكن مش هتنتصر، ولكن هتطلع باقل خسائر غير لو سبت نفسك، وهتشوف نتيجه تانية. بالظبط، انت لو سبت نفسك بقى هتعيط بجد. يعني هيبقى نكد جامد. انما انت كفاح من ضمن كفاح الحياه، بس هتلاقي له نتيجه ان شاء الله. طيب جميل جدا. هل الجينات هي اللي ممكن تفسر لنا الظاهره الغريبه بتاعه الناس اللي بتتخن من الهواء والناس التانية اللي بتاكل زي ما بتاكل وما بيبانش عليها؟ ده حقيقي، ده موجود فعلا، ان الجينات بتاثر على طريقه استقبالي للاكل، الايض بتاعي او الميتابوليزم. في ناس البيزل ميتابوليك ريت او الحرق الاساسي بتاعها عالي جدا فبتحرق بسرعه قوي، وفي ناس البيزل ميتابوليك ريت بتاعها قليل للاسف وفعلا بتشم الهواء تتخن. الجينات بتاثر على توزيع الدهون بتاعتي. الجينات بتاثر على عندي حساسيه من اكل ما ولا ما عنديش، فلما انا اكله جسمي بيتعامل معاه ازاي. فده موجود بس زي ما قلت لك احنا نقدر نتغلب او نتحايل على الموقف. طيب أنا بشوف إن في حاجة في النص بين الجينات وبين نمط الحياة، اللي هي الثقافة، اللي هي برضو موروثة من العيلة. يعني في عائلات عندها ثقافة إنه المتعة واللمة الحلوة والمحبة، لغة الحب كأم، إن أنا أقدم لولادي أكل. هل الثقافة دي بتتغير بسهولة؟ هي لازم تكون بتتغير. لا، هي مش بسهولة للأسف، مش بسهولة. ليه؟ لأن الأكل شيرينج فود ده نوع من أنواع النشاط الاجتماعي المحبوب الحلال في الكالتشر بتاعتنا. يعني احنا ايه هي المخرج بتاعنا او المتنفس لما بنحتفل بحاجه؟ لازم بعض على الاكل، او الام تعبر عن حبها للولاد زي ما بتقولي باكله حلوه، او لزوجها، او نعزم العيله عشان نحتفل. فده نشاط اجتماعي ما نقدرش نقول ان هو هنحطه على جنب خالص، بس اقدر اموديفايد او اعدله. ازاي؟ ايه اصناف الاكل اللي تتحط؟ طريقه تحضيرها ازاي؟ امتى؟ الفريكونسي بتاعته كل قد ايه؟ حاجات كتير قوي اقدر اعدلها بحيث ان انا ما الغيش هذا النشاط الاجتماعي المحبوب. لان الاكل حقيقي نعمه من نعم ربنا في الارض، بس احطه في مكانه الصحيح. وجزء منه ثقافي وموروث، يعني جداً. الاعياد اللي بقى لها 7000 سنه هتلاقيها مرتبطه باكله، كل عيد على الفته بقى دلوقتي داخلين على حاجات حلوه قوي بالزبط. بس احنا كان موديفاي او نعدل اكل الفته ازاي، اعملها ازاي، احط قد ايه، احط جنبها قد ايه، بحيث ان انا اطلع باقل الخسائر او ما اطلعش بخسائر خالص. شكرا لحضرتك يا دكتوره هبه. دكتوره هبه جمعت كل الكلام اللي انتوا قلتوه، وحقيقي الكلام اللي سمعناه منكم في الشارع انه السمنه جزء منها جينات، وجزء منها طريقه حياه، وجزء منها ثقافه قابل للتغيير، ان احنا نعرف ايه العادات اللي فعلا بتخلي هذا المرض يكون اكثر شراسه ومواجهته اصعب، وده حاجه قابله للتغيير. وهو ده الدور بتاعنا، ان احنا نوعي الناس احنا ممكن نتغير ازاي. مش لازم انه
الشيء ينتهي، هيفضل العيد وهيفضل لمه الاسره حوالين السفره وهيفضل الخروجه الحلوه فيها اكل حلوه، بس في حاجات ممكن تتعدل. ومشاركه الاكل الحلو هتفضل موجوده، بس زي ما حضرتك بتقولي هنعدل ايه ازاي، ده محتاج بقى ان انت دايما تروح تسال الطبيب بتاعك او تقرا او تثقف نفسك. ايوه، واحنا موجودين. بشكرك جدا يا دكتوره هبه. اللي ما يعرفش يقول ايه؟ يقول بالعكس.